الماتش اللي فات لريال مدريد احنا فضلنا نمجد فيهم ونمجد في اللعيبه ونقول امبابي نسخه البالون دور وفينيسيوس اون فاير والارنولد ايه الجمال ده وايه الدفاع والحلاوه والشياكه واللي احنا فيها ده. اسحب بقى كل ده كله دي لعيبه بنتي. ما هو انت ما تستناش مدح وتطبيل والكلام ده. انت لو جاي مستني تسمع مدح وتطبيل للعيبه والفرقه دي ما تستناش حاجه. اقفل الفيديو. لا مش معقوله، والله العظيم ما معقوله. لا لعيبه ولا مدرب ولا اداره وكل حاجه زفت وخرا على دماغهم ودماغ اهاليهم. وايه دي يا تشافي الونسو؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ده بيقول لك الشخص الغبي هو الذي يكرر نفس الخطأ مرتين. انت اللي المره الالف بتجرب الخطه دي وريتها بتنفع. تاني بتلعب بكارياس وجارسيا في خطة واحدة وكارياس قلب دفاع. طب ليه يعني؟ ما انت عندك روديجير على الدكة يا حبيبي. يعني اتفهم ان انت بتلعب باسينسيو رايت باك عشان اصابة ارنولد الماتش اللي فات، انما انت ليه بتلعب بكاريوس وجارسيا العاهة ده؟ انت بتلعبه لنا ليه اصلا؟ الواد ده ما يلعبش، ما خدوش معاه حجز خماسي اصلا. انت ليه بتلعبه؟ ودي اترزع لك طرد، الجوز اترزعوا لك طرد اصلا. وبتلعب بيه ليه؟ وهو الواد ده بيعمل إيه اضافه؟ ودي اول حاجه. تاني حاجه، قلنا 100,000 مره الملعب ما بيشيلش بلينجهام وجولر. بتلعب ببلينجهام وجولر ليه؟ ما انت تختار حد فيهم. اختار حد فيهم ويلعب يا عم تشافي زي الناس. يا اما تلعب بطريقتك واسلوبك وفوقك بقى من الاداره والهري ده كله وهتتقال تتقال. ما هو كده مش اسلوب. هو ده تشافي الونسو؟ هو ده تشافي الونسو؟ ده ريال مدريد اللي انا الماتش اللي فات كنا بنمجد فيه وعمالين نقول ايه العظمه وايه اللعب وايه الجمدان اللي حصل الماتش اللي فات ده. واللاعيبه بقى هي والفريق والمدرب في بينهم كيمستري وحب وبتاع، وفينيسيوس طالع بيحضنك الماتش اللي فات وبتدي للاعيبه فرص وبتاع. ده احنا قلنا ايه ده احلام عصاري دي. اللي بيحصل ده احلام عصاري. ايه بقى اللي حصل يعني؟ ده سيلتا فيجو. سيلتا فيجو يعني اكيد سيلتا فيجو مش اقوى من اتلتيك بلباو علشان تمسكك تغسلك كده، ترزعك جونين وطلعك على الصفر كمان في ملعبك على سانتياغو برنابيو. في يا جدعان؟ يا الفرق مالها كده؟ مال هيبه الملاعب بقى بتضيع كده؟ ليفربول ودلوقتي ريال مدريد، في ايه يا جدعان؟ عيب والله ان انت تخسر من سيلتا فيجو على ملعبك 2-0. عيب والله. وايه جارسيا ده كمان ماسك عليك سيديهات الواد ده؟ ما انا هتجنن. هو الواد ده ماسك على النادي سيديهات ولا حاجه؟ ولا معاه مستندات الرشاوى بتاعتهم فهيحبسهم ويقفلوهم النادي ولا ايه؟ مش فاهم بيلعب ليه الواد ده. يعني حاجات غير مبرره وغير مفهومه من شيف الونسو بصراحه. ولا يوم من ايامك يا عم جدي انشيلوتي، والله جدي ولا عم اي حاجه، ولا يوم من ايامك والله يا كينج. والله يا كينج على الاقل كنا محظوظين وبنكسب يا اخي. كناش في اداء بس كنا بنكسب، انما دلوقتي ده لا ولا نتيجه. وانت يا تشافي الونسو انا حاسك عميل وربنا حاسك عميل لبرشلونه وجايبينك عشان تبوظ لنا الدنيا. ومش معقوله يبقى انت متوفر لك الامكانيات وعندك كل حاجه ومش عارف تحكم غرفه الملابس، وعلى الناحيه التانيه برشلونه بحواراتها باصاباتها بان هي معاش تشتري لعيبه كسبانه راكبه عليك الدوري بفرق 4 نقط. ما هو مش معقوله برضو كده. مش معقوله. يعني انت بتلعب لي في نص الملعب اقسم بالله حاسس ان انا رجاله ايه. عارف انت الرجاله اللي هي في البونة والحاجات دي وطخي بالمرزبه ويقعدوا يكسروا في طوب، حاسس كده. تشاوميني فالفيردي بلينجهام، عيال دول عيال اللي هو ايه، تدخل كده وخلاص الملعب. مش عيال ما عندهاش الحس الفني. وجولر انت كده كده جولر غصب عنك انت هتاخره في الملعب عشان خاطر بلينجهام يروح ياخد اللقطه وياخد السوكسي. لا خد اللقطه ولا خد السوكسي ولا خلى غيره ياخدها حتى. فانت ايه؟ يعني انت مالكش عذر بامانه يا تشافي الونسو. مالكش عذر. ايه؟ ويعني بتلعبوا لي بضغط عالي، ضغط عالي بتاع برشلونه. هجوم اقسم بالله هجوم من البنك الاهلي. يعني مفيش. ما جيتش انت خالص. امبابي يا دوبك بيحاول له كده في كوره ولا اتنين وخلاص. الدنيا كده كده خربانه معاكم. فانت ايه معاكم؟ ما هو انت ما تشيلنيش. ما انا مش عايزين شلل. مش هيبقوا الفرقتين اللي الواحد بيحبهم ضايعين. يعني واحد بيبقى حلو وواحد بيبقى وحش معروف، انما الاتنين وحشين في وقت واحد لا. كده انتوا تجننونا. الاداره لازم تقعد مع تشافي الونسو بجد، وتقعد معاه تفهم دماغه فيها ايه والراجل عايز ايه وتوفر له كل حاجه عشان الفرقه تقف على رجلها وتمشي. انما هنقعد بقى لا ده احنا في صف اللعيبه شويه، لا ده احنا في صف المدير الفني شويه، لا طب اخي شويه، لا ده انت لازم تلاعب ده علشان مش عارف ايه شويه. هنقعد في الجو ده مش هنعمل اي حاجه وهنفضل حمضانين زي ما احنا. اقعدوا كده مع بعضكم قعده عرب زي اللي صلاح هيقعدها مع ارني سلوت دي، قعده العرب بتاعتهم دي، وظبطوا دنيتكم. لان انت كده بالماتش بالمنظر ده انت رايح على السيتي خد بالك بدأت تفوق وهتمسكك تهينك. انت السنه اللي فاتت كسبانهم كام فهم جايين مشحونين عليك. فانت في دوري ابطال انت هيتعمل معاك الغلط. يا تفوق لنفسك وتركز والماتش الجاي قدام السيتي تفوق، يا اما انت ما تلومش غير نفسك في اللي هيحصل يوميها بجد. وبس كده دي كانت حلقتنا النهارده. الواحد بجد زهق واتخنق من اللي بيحصل. مبقتش فاهم في ايه ولا مدربين عارفين يدخلوا في
يمسكوا في غرفة الملابس ولا لعيبة ولا لعيبة بتسمع الكلام، والمدربين بالذات في الدوري الاسباني سواء مع برشلونة او ريال مدريد بقى بيدخلوا معارك، غير ان هو جاي يدرب، لا ده هو يدخل الادارة عايزين اعمل كذا، لا ده انا بدخل في مشاكل مع اللعيبة، لا ده انا بدخل في مشاكل، بقى بيدخلوا في مشاكل. هو اسمه مدير فني جاي يدرب، يحط خطته واسلوبه ويلعب ويتوفر له اللي هو عايزه. المدربين بقوا بيدخلوا في مشاكل وحوارات كتير، يعني فليك بيحاول وبيزق الدنيا، قبليه تشافي يعني كانت الدنيا زفت معاه ومشي بسبب كده. انت عندك كارلو انشيلوتي كان بيلصم لك اي حاجه فعشان كده كان محبوب. دلوقتي تشافي الونسو بيمشي الدنيا وبيحاول يتاقلم وشكله مش هيعرف يعمل حاجه. فالواحد مبقاش فاهم بجد المدربين يعني. هو في نفس الوقت انت المدرب مش هتقدر تحمله حاجه، لان هو يا دوبك الراجل بيلعب وخلاص بيسمع الكلام من فوق وبينفذ. بس كده هنشوف الايام الجايه هتقول ايه، والنتائج والمستوى اللعيبه هو اللي هيحكم في الاول في الاخر. بس كده دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه متنساش اللايك والاشتراك. السلام عليكم.